فصار يصلي على النبي، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له: ما لك محزون يا أبا القاسم؟ قال: يا رسول الله ولدي. قال: وأين أنت من آيات الشفاء؟ فاستيقظ سيدنا أبو القاسم وهو فرح من هذه الرؤيا، فقرأ القرآن كله ليستخرج آيات الشفاء، فوجدها في 6 مواضع من القرآن: ويشفي صدور قوم مؤمنين، وشفاء لما في الصدور، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فيه شفاء للناس، وننزل